This isn't my war. This is Biden's war, Zelensky's war, and Putin's war. This isn't Trump's war. I'm only here for one thing, to see if I can end it, to save 5,000 lives a week and a lot of money. The money being much less important, because I made that money. I went to Saudi Arabia, Qatar, and UAE, and we brought back $5.1 trillion. So I made that money in about 2 hours, the money we were talking about, but it's still think of it, $300 billion we've spent. With no checks, no balances, they just send cash. You can imagine what's happened to that money. I never saw anything like it in my life, but I'm more interested because I picked up $5.1 trillion and, by the way, got a beautiful, big, magnificent, free airplane for the United States Air Force, okay? Very proud of that, too. They tried to say, oh, it's Trump's airplane. Oh, yeah, sure. It's too big. It's too big. في تصريحات صادمة ومنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تسبب بالفوضى في منطقة الشرق الأوسط، لم يعر أي اهتمام لمشاعر الشعوب الخليجية وحتى للأنظمة العربية التي تورطت مع أمريكا وإسرائيل بشكل مباشر في العدوان على إيران. وبدون أي مقدمات أو بروتوكولات خرج ترامب أمام وسائل الإعلام الدولية والأمريكية ليقول للعالم بأن المال الذي خسرته أمريكا في الحرب على إيران استطاع أن يعيده في ظرف يومين إلى الخزينة الأمريكية من أنظمة الخليج بسابقة خطرة. أنظمة الخليج التي لم تستطع أن تقول لا لترامب أصبحت اليوم أمام موقف مخزن أمام التاريخ، عكس بعض الحكومات الأوروبية التي استطاعت أن تقول لا لأمريكا. في هذا السياق أعاد ناشطون تصريحات منسوبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حذر فيها الأنظمة العربية من أن تقع في مثل هذه المواقف في يوم من الأيام، وأن كل الدول العربية معرضة لما تعيشه إيران اليوم بسبب التمادي في حماية الكيان الصهيوني تحت شعارات وهمية وتحت اتفاقيات التطبيع.